المحجبات وفساتين الزفاف. في منتجات عربيه هنا تلاقوها بكل سهوله. وإذا سلام إلى ده الفيديو كل ما تتخيلوا في العطاره العربيه. تركيا غليت بس برضو يعني مناطقين الجنسي طبعا الشنط كلها على 100 ليره يعني. Ne kadar? 500. يا صباح الورد عليكم، يسعد صباحكم جميعا يا رب ان شاء الله باذن الله. النهارده كده من منطقه الفاتح جوله سريعه. هاخدكم على بازار الفاتح اللي هو من اهم البازارات الموجوده في اسطنبول. يعني قبل كده برضه عملت لكم فيديو عن البازارات الموجوده واهمها اللي هو بازار الاربع هنا في الفاتح. زي ما قلت لكم ده شارع فوزي باشا. دلوقتي نخش البازار كده. عرفة شارع يفوز باشا ده من اهم الشوارع اللي موجوده هنا في الفاتح في لبس المحجبات وفساتين الزفاف. شارع طويل يمين شمال كلها محلات. اللي عايزين فساتين سواريه او لبس محجبات بشكل عام او فساتين زفاف تيجي هنا شارع فوزي باشا الفاتح قريب من مسجد الفاتح. ممكن تنزلوا مسجد الفاتح وبعد كده تيجي تتمشوا في الشارع ده. اهو مسجد الفاتح قدامي هناك على الشمال. بصوا هنا فساتين محجبات وغير محجبات. يعني بتبقى المحلات ما شاء الله كبيره هنا. يعني بدل ما تحتاروا وتلفوا كذا مكان لا تعالوا هنا على طول. وهنا قماشه برضه لو عايزين تجيبوا قماش وتفصلوا على طول برضه هتلاقوا قماشه كمان هنا. على فكره منطقه الفاتح كمان من اهم المناطق هنا في اسطنبول. يعني تحس ان انتوا فعلا في اسطنبول مش في مكان تاني. يعني مريحه نفسيا. انا بحب عن نفسي بحب المناطق الاثريه المناطق القديمه. مناطق الفاتح تعتبر من اقدمها. قدامنا ده المسجد الفاتح مسجد كبير. عدي الشارع السوريين هنا ما شاء الله كتير. يعني في حي كامل شارع كامل تحس ان انت في سوريا. لو نزلتوا في اي جهه من الجهات من ناحيه المسجد هتخشوا اي شارع جانبي هتلاقوا نفسكم رحتوا البازار. انا دلوقتي هدخل من هنا. شوارع الجلابيه كلها بازار. وهنا المحلات هنا كلها محلات عربيه على فكره اغلبها سوريين هنا. فعايزين منتجات عربيه هنا تلاقوها بكل سهوله. محلات عطور. هنا بوابة تانية للمسجد هنا وجنبها هنا المحلات الكنافة العربية. كل دي محلات سورية. هنا عندهم لحمة الصدر وكل ما تتخيلوا في العطارة العربية موجودة هنا. يعني الناس اللي عايزين حاجات تبع العطارة العربية يجوا هنا الفاتح. كاسات المادة السورية. هي دخلة البازار زي ما قلت لكم لها كذا دخلة. ممكن تقول تشوفوا الأسعار من دلوقتي كده. ورق العنب ده بيبيع اللي هي المكرونة الفريش والبيض البلدي والزيتون على فكرة وجبان وحاجة حلوة. عنده كل أنواع الجبن. الناس اللي في مصر وبيحبوا الجبنة الرومي دي قريبة من الجبنة الرومي. بازار هتلاقوا برضه أماكن لو عايزين تاكلوا. اسعار الحلقوم الثلاثة بوكس 350. يبقى 3 بوكسات كده ب 350 ليرة. ده أصغر والثلاثة بوكس 350. 3 ب 200 هنا. لو عايزين تشتروا وتنقوا اللي انتوا عايزينه كيلو على 400 ليرة هنا.
Bu fiyat ne kadar? Bunlar abla 250. Var orada var. 250. Var ya olmasa da var. Ne yok? Tamam sonra veriyor. Ha. 800 كيلو ب 800. طبعا من عادات الاتراك هنا بيجففوا الباذنجان والفلفل المحشي المجفف. وعلى فكره بيبقى طعمه تحفه يعني وقت الاستعمال بس بتنقعوه في ميه سخنه كام دقيقه وتستخدموه عادي. Hadi aşağı. Sağ ol Erdoğan abi. الفناطين الجنسي طبعا بتبقى ارخص من المحلات بكتير ب200 ليره بس العيب الوحيد ان مفيش مكان للقياس. بيجامات العيال من 250 ليره. هي تركيا غليت بس برضو يعني البازارات دي رحمه للناس بتبقى ارخص من المحلات. هو كل البناطيل ب 200. Teflon fiyatına döküm var. Teflon farklı. Yanmaz, yetişmez döküm var. Öyle mesela buyurun. Tamam çıktı mı? 350 Allah'ım. Amca bir şey mi sorun? Herhalde 350 gelecekti. Bir de şuradan varsa meyve verir misin? Hangisi? Bu fiyat nedir? Bakın bunlar 350 abla. 350. Evet. 350. الشنط كلها على 100 ليرة يعني تاخدوا أي شنطة أنتوا عايزينها هنا على 100 ليرة. Buradan geçiş yok. Nereden geçeceğiz? Öbür taraftan geçeceksiniz. Ya öbür taraftan dolaşacaksınız ya şuradan dolaşacaksınız. دول على 150 ليرة الطناطين القطن 150 ليرة. كل الألوان موجودة. الحاجات دي شيك قوي اللي بصراحة حلوة. Bu fiyat nedir? Fiyat 500 500 lira. هنا الطحينة بتتطحن مباشر تاخدوها فريش على طول الطحينة. الأسعار ال 660 جرام 230 الكيلو على 300 ليرة. برضه عندهم العسل بأنواعه. الدبس الصغيرة 370 ب 150. في هنا الزيوت كل الزيوت عندهم هنا وبرضه زيت الكستان والسمسم وحبة البركة على طول يطحنوه مباشر على طول تاخدوا الزيوت بتاعتها يعني تاخدوا الزيت من غير ما يبقى مغشوش ولا أي حاجة من البازارات كده أفضل أحسن من تجيبوها من العطارات والمتعبية جاهزة. الأيام دي موسم القرع واليخطيط عندهم بصراحة بيبقى تحفة قوي بالذات عندهم حالة بالقرع جميلة. الحالة التركي مشهور. هحاول انزلكم بطريقته مرة ان شاء الله. بابا يا اخي اختك هي ولا مش اختك؟ المربات والصلصات اللي بتتباع اللي هي تبع القرية بتتعمل فريش برضو بتتباع هنا. فدايما الحاجات دي انا بقول لكم تجيبوها احسن من البازارات عشان زي ما شايفين كده حاجات فريش ومعمولة يعني بيتي بالطريقة البيتية. وفيات كيلو. Teşekkür ederiz. Buyur kardeşim buyurun. صراحة مرباتها حلوة جدا. هجرب اخد المربى دي بتاعت الشجر الزهرة دي. Buyurun. شبه الكراميل على فكرة بتنفع في الحلويات. حتى دي ينفع مع التشيز كيك والحاجات دي. قال ne kadar? 500 كيلو. العسل الكيلو ب 500. هنا الهوديز برضه 200 ليرة. لا تاخدوا الهوديز والبناطيل بتاعت البيجامات كله هنا ب 200.
هو عندنا يعتبر تقريبا من اكبر البازارات، كل الشوارع الجانبيه فيه. انا دلوقتي هخش هنا مكان الخضار. عين الجمل دي على حدود 300 ليره الكيلو. طماطم الشيري طماطم 100 ليره. 90 65. اسعار الخضره على 15 فاتمه. Olmasın ne kadar? كده جولة سريعة على الأسعار. قسم البنجر واللفت والحاجات اللي هو قسم المخللات اللي بتتعمل. دي كده أسعار الفواكه. طبعا الفراولة لسه طالعة فأسعارها غالية. طبعا هنا مفيش الجوافة والمانجا ما تلاقيهمش خالص. برتقال التفاح. المشروم برضو بتاع البازار أفضل طبعا. Baba, Hasan abi, yedi içti haram haram. Tabii abi harika. Ve fiyatlarımız makuldür. Gördün mü abi sen de? Harika bir hamsi harika. على فكرة البازار كبير جدا، في شوارع خاصة باللبس وبالحاجات المنزلية وفي شوارع خاصة بالخضار، فيعني محتاج تلفوه. عايز طاقة البازار هنا لأن كبير جدا ما شاء الله. دي هنا الطرح. ولفوا على فكرة، حتى لو هتشتروا خضار هتشتروا حاجة لفوا الأول وبعد كده اشتروا، لأنه الأسعار بتختلف من باقي على التاني. فدي نصيحة في كل البازارات كده، لفوا الأول وبعدين اشتروا. ب 2750. متخيلين الأسعار وصلت ليه؟ ده 1400. لازم تجربوا المخللات ده على فكرة. مش عايزين تاخدوا البيت، ممكن تاخدوا الكاسة دي تاكلوها وتجربوها. المخللات عندهم فظيعة، حتى البامية مخللة. بصوا ده المخرج بتاع البازار، او تدخلوا البازار من هنا او تخرجوا من هنا. دي الساحه بتاعت المسجد، مسجد الفاتح. طبعا اشهر من نار على العالم المسجد، هو كبير ما شاء الله، له كذا مدخل وكذا مخرج، بس ده الاقرب للبازار. والساحه كبيره ما شاء الله، الناس بتيجي تقعد هنا، تاكلوا الحمام هناك من الناحيه التانية. طبعا انا صورت لكم كده البازار، حاولت على قد ما اقدر ان انا اصور لكم، بس الدنيا زحمه جدا وانا يعني بشتري واشيل حاجات فمش قادره اصور كويس كان، فده اللي قدرت اصوره. وزي ما قلت لكم ده يوم الاربعاء على البازار الفاتح، بيبقى يوم الاربعاء. وانا في فيديو تاني هتلاقوه في القناه كل البازارات والايام بتاعتها وافضل البازارات ايه او حشا ايه كلام رايح مني. المهم فهتلاقوا كل التفاصيل في فيديوهات تانية، بس ده من افضلهم، انا شايفاه من افضلهم بصراحة، يعني بحبه جدا وكبير وفيه كل حاجة موجودة. والحلو كمان فيه انه اللبس في شوارع لوحده والخضروات والحاجات دي في شارع لوحده. فانتوا لو جيتوا فاتح عندكم كذا حاجة الواحد ممكن يعملها في الفاتح هنا. فتيجوا يوم الاربعاء تتمشوا اللي هو الشارع اللي صورته لكم برضو بتاع اللي هو فوزي باشا، اللي هو فيه فساتين السواريه والزفافات. تيجوا تشتروا من هنا، وحاجة المحجبات هنا بتلاقوها كتير جدا على فكرة في الفاتح. فالفاتح ما شاء الله يعني من المناطق الحلوة والعريقة،
هنا في اسطنبول. المسجد ده لوحده عايز زياره لوحده، لان ما شاء الله كبير جدا. ده جزء منه باين من هنا، القباب بتاعته الكبيره التانية الناحيه التانية هناك، فمش ظاهره من هنا. فان شاء الله مره تانية اعمل لكم جوله هنا. فاتمنى ان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير.